تعالوا اقول لكم بقى النهارده على اسهل طريقه بنضف بيها سمك السيوف، وهنعمل صينيه سمك سيوف عظمه يا جماعه. شايفين بنضفها ازاي؟ بصوا بالسبونشه. عملت بقى صينيه السمك وطلعت يا جماعه رهيبه بجد بجد، يظن واضح من شكلها ان هي فعلا تحفه. شوفوا من جوه ازاي، طعمها جميل جدا. يلا من غير رغي كتير ندخل نشوف الطريقه على طول. بس نصلي على النبي يا جماعه ونحط لايك. اول حاجه بجيب السمك بتاعي السيوف، طبعا يفضل ان هو يكون عريض. انا جبت بقى المتوفر عندي، انا عندي كان ايه شويه عريض على شويه رفيع، بس انا يعني ايه ما بغلبش. وبجيب الاسبونشه دي يا جماعه، الاسبونشه دي اللي بيبقى فيها سلكي كده، اللي هي ايه خشنه. إيه بتكوني بلاها، انا مجهزه الاسبونشه دي عندي بتاعه السمك السيوف، يعني هي اصلا بتاعه السمك السيوف عندي. بغسلها وبنضفها وبعينها، كل ما اجي انضف سمك سيوف بنضفها بيها. وعاوزه اقول لكم انا بغسلها بميه سخنه يا جماعه، يعني بغسلها مبقاش فيها اي بكتيريا خالص. والسبونشة دي بنكون بلينها علشان تبقى طرية كده على السمكة. وبروح جايبين السمكة كده، واعتبري انتي قاعدة بتغسلي السمكة بتاعت السيوف. عاوزة اقول لكم الطريقة دي اسهل طريقة انا نضفت بيها سمك السيوف في حياتي كلها. قبل كده قبل ما اتجوز كنت بنضف بالرجيع، وساعات بسلك المواعيد، بس طبعا سلك المواعيد يعني يا جماعة في ساعات بيسيب رواسب كده ايه، بواقي سلك فيه، طبعا ده مش صحي خالص. انا وصلت بقى للطريقه دي، وعلى فكره ما حدش قال لي عليها، انا بقى من اول ما اتجوزت وانا ايه جت لي الفكره دي، انا جيت اتجوزت إيه كنت اجي ادور مثلا على رجيع ما عنديش. فجات لي الفكره بتاعت الاسبون شديد. انا كنت خلصت كل السمك وجبت المقص كده وقصيت بيه ايه بطن السمكه بدماغها وديلها، وشلت ايه الزعانف كمان. طبعا بطن السمكه من جوه بتاعت السيوف مبقاش فيها حاجه وحشه كتير ولا اي حاجه، انا عملتها بالمقص كده وبالسكينه طلعت اللي فيها، وكمان كنت عملتها بالفرشه بتاعت السمك، بس انا ما كنت صورت الحته دي. وبعد ما خلصت بقى غسلت السمك بتاعي ورحت مقصصه كل سمكية نصين. وجبت طبق كده حطيت فيه شويه دقيق وليمون وملح، واحط شويه ميه على السمك ده عشان ايه, انقعه فيه. شايفين يا جماعه السمك فل ازاي؟ رحت جبت بقى كام قرن فلفل كده، ورحت مقطعاهم، وكان فص توم برضو مقطعاهم. هسألكم سؤال خطير يا جماعة، قولولي انتوا صواني السمك بتقطعوا البصل بتاعها مكعبات ولا جوليان؟ لان الصراحة في ساعات انا بعمله كده وفي ساعات بعمله كده. النهاردة حبيت ان انا اقطعه مكعبات كده بالشكل ده، مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده يعني. ورحت جايبة الصينية بتاعتي وحاطة فيها البصل ونازلة عليه بشوية زيت. تمام. وهبدأ ان انا اشوح البصل ده كده على النار لحد ما يدبل، وهنزل عليه بالفلفل كمان والثوم، ونقلب نقلب فيه لحد ما يدبل. هنزل بالبهارات عندي كمون وكزبرة وملح وشوية فلفل اسود صغيرين اللي ممكن نستغنى عنهم. تمام. هقلب لحد ما الاقي البصل بتاعي يتشوح كويس خالص، واكون مجهزة عندي طماطم متصفية. انا دايما بصفي الطماطم يا جماعة، وهاسيبهم مع بعض كده ايه ياخدوا ويدوا مع بعض بشكل ودي لحد ما يتسبكوا ويوصلوا للون الاحمر الجميل ده. هظبط بقى الملح بتاعي، وهبدأ اجيب السيوف بتاعتي اللي انا ايه غسلاها كويس. هبدأ بقى ارصها بالشكل ده. عاوزه اقول لكم يا جماعه سمك السيوف من احلى السمك اللي انت ممكن تاكليه في حياتك. إيه سبتهم بقى على النار، كنت زودت شويه ميه صغننين خالص بق ميه كده. طبعا يا جماعة احنا مش بنغطي خالص السمك، احنا بنسيبه عادي على النار كده لحد يعني شوية صغيرين كده، وبعد كده بروح طفيه. بعد كده رشيت شوية زيت كده، ورحت دهنة ايه السمك بتاعي بالصلصة بزيت، يعني صلصة مع زيت عشان تاخدي لون احمر جميل. وطلع معانا صينية السمك بالعظمة دي يا جماعة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. عاوزة اقول لكم ما كانش فيها اي زفارة خالص، طعمها جميل. طبعا رأيكم في الفيديو الجميل اللي انا عاملاه ده يهمني. اعملوا لايك وشير للفيديو. استنوني فيديو جديد، وباي باي.